ابدا. والمهنه اللي بيمتهنوها دي مهنه كبيره، مش مهنه قليله خالص. طيب، بما ان احنا جبنا سيره سموحه وعندنا قانون الرياضه وعندنا فرج بيه عامر، فرج بيه مساء الانوار. مساء الانوار يا مدحت بيه، ازي صحتك؟ يا اهلا وسهلا، اهلا دايما وسهلا. موفق وتحت امر سيادتك. ربنا يكرمك ويخليك. يعني اخيرا الجنين قد ظهر. بالظبط بالظبط بالظبط. بفضل الله. النهارده كانت الحمد لله. الجلسه مدتها قد ايه حتى اقرته القانون يا فرج بيه؟ حضرتك 3 ساعات ونص او 4 ساعات. وامبارح كانت 3 ساعات كمان. ده في الجلسه العامه برئاسه الاستاذ الدكتور علي عبد العال. نعم نعم. فطبعا مشاركه كل الساده النواب وكل زعماء المهندس محمد السويدي والاستاذ علاء عابد وكل الرؤساء. كويس. كل الزعماء التكتلات البرلمانيه والحزب البرلمانيه وكل الناس المهتمين من الساده الاعضاء بالرياضه وكل الساده الاعضاء الغالبيه العظمى من الاعضاء كانوا موجودين. والمستشار مرتضى كان موجود والمهندس طارق السيد كان موجود وكل بقى المهتمين والمشتغلين بالرياضه كانوا بيتكلموا النهارده. وكان حاجه حديث ممتع وكان حوار ممتع وحوار شيق جدا. وناس كانت بتتسابق في دورها الوطني والوزير خالد عبد العزيز والسياده الوزير عمر مروان. ويعني كانت حاجه شيك جدا وحاجه راقيه جدا ويعني الحمد لله. يعني الواحد حس النهارده قد ايه مصر بخير طبعا. وطلع قانون وشاف النور بعد جهد جهيد وجهد كبير وجهد دؤوب. اعتقد ان هذا القانون هيحل طبعا الغالبيه العظمى من مشاكل مصر. وانا بوجه التحيه طبعا للدكتور حسن مصطفى اللي هو ممثل الحركه البرلمانيه الحركه الاولمبيه في مصر. نعم. ورئيس الاتحاد الدولي طبعا كان له اللي كره اليد له دور تاريخي في هذا الموضوع، ان هو اللي خلى اللجنه الاولمبيه الدوليه تصبر الصبر ده كله وتدي مصر كل هذه المدد. وشارك طبعا في اعداد القانون ومهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه وكل الخبراء وكل المهتمين بالعمل الرياضي. طيب، يوم الثلاث ان شاء الله هتصوتوا بشكل نهائي على اقرار القانون. النهارده اقرينا كل المواد. اقررتوا كل المواد. كل كويس. المواد. امال يوم الثلاث بقى؟ اقرينا من حيث المبدا. فان شاء الله يوم الثلاث لازم تلتين اعضاء المجلس يصوتوا على بموافقتهم على هذا القانون. كويس. بعد كده ان شاء الله بعد كده هيروح لمجلس الدوله. شوف حضرتك، انا هرد على غرض سيادتك من السؤال. نعم. يناير 2018 نهايه انتخابات اي نادي او اي هيئه رياضيه في مصر انتهت مده مجلس ادارتها. جميع الهيئات الرياضيه الانديه والهيئات الرياضيه في مصر العامله في مصر هتوفق اوضاعها في خلال 3 شهور وهتجري الانتخابات في خلال 6 شهور. كويس. بحد اقصى يكون الكلام ده في يناير 2018. يعني الانديه الا بقى الزمالك مدته ما انتهتش. لما تنتهي مدته هو او ما شابه اللي مدته ال4 سنين ما انتهتش ومجلس منتخب هيستمر ال4 سنين. يعني اتحاد الكوره مثلا مجلس منتخب ولن ينتهي في 2018 يكمل مدته لغايه طبعا اتحاد الكوره عنده لائحه معتمده من الفيفا يكمل مدته. كويس. اي نادي منتخب والمجلس اداره منتخب مش مستمر او يعني ما تجددلوش هتنتهي لازم يجري الانتخابات قبل يناير 2018. زي النادي الاهلي مثلا. النادي الاهلي هيجري الانتخابات قبل يناير 2018. يعني ابتداء من اكتوبر هتكون في انتخابات. اكثر من 1450 نادي هتجرى فيهم الانتخابات في هذه الفتره. في الفتره اللي هي من اكتوبر ليناير. يعني من اكتوبر ليناير. من اكتوبر ليناير. في الفتره دي بقى كل نادي وكل اتحاد يحط اللوائح الخاصه بيه. لا هقول لسيادتك. هو الاول اول 3 شهور هيتم الدعوه الى جمعيه عموميه اسمها خاصه لمناقشه اللوائح. كويس. اللوائح اللجنه الاولمبيه المصريه هتضع لوائح استرشاديه. كويس.
كل نادي هتحط لائحه استرشاديه. اللجنه الاولمبيه هتحط لائحه استرشاديه استرشادية. تبعتها ليه بقى؟ للانديه والاتحادات؟ للانديه وللاتحادات. كويس. ليه بقى؟ ليه؟ عشان نتفادى الناس حد يقول ان مجالس الادارات الموجوده حاليا هتضع لوائح متفصله على نفسها. بالظبط. فبالتالي هندخل بقى في هل اللي يضع لائحه النادي مجلس معين ولا مجلس منتخب. فاللجنه الاولمبيه الجمعيه اللجنه الاولمبيه المصريه هتضع لوائح استرشاديه للانديه ولوائح استرشاديه للاتحادات. وهتضع ايضا اللي هو يعني متى تعتبر هذه الجمعيه العموميه يعني مجتمع. هتضع الحد الادنى، هتقول 10%، 5000 عضو، 3000 عضو، 2000 عضو، كل حسب حجم العضويه في هذا النادي. لان في انديه بتصل فيها العضويه لاكثر من 180,000 عضو. نعم. زي النادي الاهلي ونادي الشمس الى اخره. بعد كده هتجتمع الجمعيات العموميه. اذا اكتمل النصاب اللي محطاه اللجنه الاولمبيه المصريه، نعم، من حق النادي يغير في اللائحه هذا معين. الجمعيه تعمل اللائحه كما تراها، كما تراها وفقا للنصاب اللي حددته اللجنه الاولمبيه المصريه. بالظبط. كويس. اذا لم تكتمل هتجري الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه بتاعت اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه المصريه. اوكي. اظن ده بقى فيه شفافيه وفي عداله. طبعا وضوح وفي كل حاجه. ومفيش تدخل حكومي. ومفيش تدخل. واللي هتعتمد نتيجه الانتخابات هي اللجنه الاولمبيه المصريه. هيبقى مفيش قرار اداري. وهيبقى مفيش طعن على اي قرار اداري. نعم. يبقى اذا الوزير بالنسبه لهذه الاشياء خطوه صلاحياته خطوه للخلف. لكن هو من حقه بعد ما المجالس تتكون المنتخبه من حقه ان هو يعترض على اي قرار زيه زي اي جهه اخرى. نعم. في خلال 60 يوم من قرار مجلس الاداره امام مجلس التوفيق والتحكيم الرياضي اللي موجود في قانون الرياضه الجديد. طب ودي هتتشكل امتى بقى اللجنه دي؟ اللجنه دي هتتشكل، هيرقصها رئيس رئاسه كده يعني شرفيه لكن مش محكم. رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. كويس. لكن بتتكون من مستشار بدرجه نائب رئيس محكمه نقد او رئيس محكمه استئناف. ايوه. وحضرتك والطرفين المتنازعين والمتخاصمين. كل واحد فيهم يختار من يمثله من اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه، من اعضاء الجمعيه العموميه اللجنه الاولمبيه المصريه الحاليين او السابقين. او اللجنه البرلمبيه. طيب. تبقى هي دي لجنه التحكيم اللي هي عندنا. التحكيم. وحضرتك قلت ان انا بقبل للحكم. لا بعد الحكم زي التحكيم، زي قواعد التحكيم الدولي. بعد الحكم التحكيم المحلي. افرض انا بالرغم من ما عجبنيش الحكم من حقي اروح استأنف امام المحكمه الاولمبيه المحكمه الرياضيه الدوليه. خلاص زي اي جهه في العالم. بالظبط. يبقى حضرتك عملت تفعيل للجمعيات العموميه. هي اللي من المفترض لما بتكتمل بتحط عدد اعضاء مجلس الاداره. اعمار مجلس الاداره. مده مجلس الاداره. نعم. وهتحط مين مدفوع الاجر ومين مش مدفوع الاجر. اوكي. يعني عندها كامل الصلاحيات. يعني هي ممكن تقول انا هدفع لاعضاء مجلس الاداره فلوس من حقها. هي حر. كامل الحريه بالكامل للجمعيه العموميه متى اكتمل نصابها القانوني. طب هل عندك فكره النصاب القانوني وفقا للائحه الاسترشاديه اللجنه الاولمبيه المصريه؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش. حتى لكن هيحصل نوع من النقاش. التوافق على ذلك. لازم. بس الوزاره ما لهاش دور خالص ولا ليها دخل. وزاره الرياضه بره الموضوع خالص. لا بره الموضوع تماما. فيري جود. لن تكون شريك في هذا الكلام لان ده ما يعني تدخل حكومي. بالظبط. حضرتك القانون ده زي القوانين الرياضيه في اعتى الدول الديمقراطيه. والقانون ده
وسع مجال الاستثمار الرياضي بشكل ضخم جدا. نعم. حضرتك هتجد آلاف الأندية هتنشأ، وهتجد ناس هتستثمر في الرياضة، وهتحل مشاكل عدم اشتراك الأعضاء في الأندية الخاصة في الاتحادات المصرية. وهتكون في استثمارات كبيرة، والناس هتجد أماكن كثيرة جدا تلعب أولادهم رياضة. والأندية هيكون عندها حرية حركة، لكن جميع الأجهزة الرقابية موجودة. جميع الأجهزة الرقابية، الرقابة المالية والإدارية دي موجودة. وده طبيعي، والوزير من حقه إنه يحل مجلس الإدارة متى تورط في فساد مالي. فساد المالي ده ملوش حل. وعند سيادتك الجهاز المركزي موجود، والرقابه الاداريه موجوده، وجميع الاجهزه الرقابيه بالظبط اللي هي موجوده. وبعد كده القانون تعرض للمنشطات، والقانون تعرض لفوضى وشغب الملاعب. نعم. بما لا يتعارض مع قانون الاحكام. والقانون ادى اعفاءات كثيره جدا في الميه والكهرباء والضريبه العقاريه الى اخر ذلك. لكن لم نستطيع ان احنا ندي للانديه اعفاء من ضريبه القيمه المضافه. اللي هو الجديده دي. لا، ما قدرناش نعمل هذا الكلام، لان مكاتب الخبره كلها يعني ايه طبعا قالت ان لو بالرغم ان احنا اتكلمنا كلام كتير جدا، وقلنا قد ايه الانديه مهما كانت بتتكبد مشقة صناعة البطل الأولمبي والبطل الدولي. صحيح. واتكلمنا قلنا إن في أندية ما بتسخنش الحمامات، ويمكن الكلام ده حصل في حمامات، وفي أولاد تعرضوا لتشنجات وأزمات قلبية إلى آخره. نعم. عشان الكهرباء وارتفاع الكهرباء. قلنا إن الفلوس اللي بتتصرف دي هي دي زي مكافحة الإرهاب. نعم. لأن أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف والانحراف هو الرياضة. صحيح. لكن الحمد لله